فاش كنهضروا على قصص الرعب ولا على اي حاجه كتخلع، اول حاجه كتجينا في البال هي قصص الجن او لا المس او لا افلام الرعب. ولكن واش كتعرفوا باللي كاينين شي حوايج في الحقيقه ديالنا اللي ممكن تشيب لكم الراس كسرة الرعب والغرابه ديالها؟ خلونا ناخذوا ابسط مثال واللي هو المحيط. المحيط اللي حنا اليوم ما كنعرفوا عليه غير 5%، والمعنى هنا اننا ما كنعرفوا والو الا 95% اللي بقات، لا من الكائنات اللي فيه لا من العجائب اللي باقين ما كنعرفوا عليهم والو وكنسميوهم اساطير، حيت عقلنا المحدود كيرفض انه يتقبلهم. انا عثمان وكنبغي نشكركم على الدعم ديالكم اللي كيفرحني وكيخليني نزيد نقلب وندير لكم فيديوهات كثر. القصه ديالنا اليوم مبدله على العاده، وانا شخصيا هاد النوع من القصص كيعجبوني بزاف وبغيت نتقاسمها معكم. ما نطولش عليكم، ديروا جيم وابوني وخليو لي شي كلمه زوينه في الكومونتير، وبحال ديما جيب شي كاس القهوه ودير الكاسك ديالك وتكونسونطرا مزيان ويلا نبداو. القصه ديالنا غادي تبدا سنه 2019. ديك الوقت كان بان واحد الراجل في الانترنت ونشر واحد المقال مفصل كيهضر فيه على واحد المكان اكتشفوه بالصدفه، والمقال نشر على عده مواقع اجنبيه. في هذا المقال كان داك السيد كيهضر على واحد البلاصه اللي من اغرب البلايص على وجه الارض، والصراحه كانت من اغرب البلايص اللي سمعت عليها. بدا في الاول كيكتب تفاصيل عاديه على هذا المكان اللي لقى، بحال مثلا الموقع الجغرافي ديالها. المهم كان كيكتب كاع الملاحظات اللي كان كيشوفها على داك البلاصه، والموقع ديال هاد البلاصه جا في البلاد اللي كيسكن فيها النيس هاد السيد اللي اكتشفها، وبالضبط في واحد الجزيره تابعه لدوله روسيا. هاد الجزيره كتعتبر من الجزر الغريبه اللي ما كاينش عليها معلومات بزاف، وقليل الناس اللي مشاو ليها حيت صعيب بزاف باش توصل ليها. هي جايه في وسط البحر، وكيقول مول القصه اللي هاد الجزيره فيها واحد الطاقه غريبه، طاقه سلبيه، لكن ما حددش بالضبط اشنو هي هاد الطاقه ولا شنو النوع ديالها. كيقول صاحب القصه باقي نعقل ملي حطيت رجلي فيها لاول مره، حسيت بالجسم ديالي فحال ضربني الضو، ما قدرتش نبقى تما حتى 10 ديال الثواني. رجعت كنجري للباطو اللي جيت فيه، وتما ملي تهدنت شويه بديت كنلاحظ باللي راه ما فيهاش حيوانات. الصراحه هادشي جاني في شكل، كنهضروا على جزيره في وسط البحر، يعني ضروري ما يكون فيها الحوت ولا ديك قشيريات الصغيره. تخيلوا الاخوان، حتى من الحوت اللي كيكون في السواحل المرجانيه ما كاينش ليه الاثار، ماشي قليل، وانما ما كاينش الاثار ديال شي مخلوق كيدور بديك الجزيره. ما نكذبش عليكم، حاولت نعاود باش نمشي للجزيره، ولكن للمره الثانيه كيضربني الضو، دونك بقيت حاضي من البعيد حتى شويه وانا نلاحظ واحد الحاجه في شكل امواج في ديك المنطقه كتكون جايه مجهده ومجهده بزاف، ولكن غير كتوصل للجزيره كينزل المستوى ديالها بشكل غريب. انا ما فهمت والو، الامواج غير يدخلوا لواحد النطاق قريب لديك الجزيره كيبداو يهدنوا واختفيوا شويه بشويه. الجزيره من غير هذا الشيء كانوا فيها شجر كبير وكبير بزاف وعالين، ولكن طول المده اللي انا تما ما بان لي حتى شي حيوان. ما عرفتش واش حيت ما كاينينش ولا كاينين، ولكن ماشي بحال الحيوانات اللي كنعرفوا. المهم كيف قلت لكم انا ما كملت حتى 10 ديال الثواني صحيحه في ديك الجزيره، ولكن الا بغيتو تمشيو تشوفوها فراه المنظر ديالها زوين من برا وزوين بزاف، ولكن محال واش تقدروا تدخلوا. المهم كاع المعلومات عليها والاحداثيات ديالها ديجا هضرت عليهم في المقال وهضرت في البرامج ما مره ما جوج، ولكن غير من بعد واحد السيمانه هكاك كاع المعلومات ما كاينينش، كلشي تمسح. حتى من القنوات والبرامج اللي استضفتني عندها مسحات الباساج ديالي من بعد، وكاين اللي مسحوا الحلقه كامله. علاش هادشي كامل غادي تعرفوا من بعد. الباساج ديالي ما بقالوش اثار، بحال ما عمرو كان، ما عطاوش حتى الفرصه يعرفوه بزاف ديال الناس،
خصوصا انه حتى من المقالات ما بقاوش في الانترنت. الصراحه كاين بزاف اللي قراو المقال وكاين اللي شافوا الباساج ديالي، ولكن داك الشيء بقى في السميه ديال الغرائب وصافي، يعني ما ردوش البال من غير واحد السيد اللي غادي نسميوه ماتيو. هاد ماتيو كان خدام في الصيد، يعني ديجا عنده الباطو ديالو والماتيريال وكيعرف البحر مزيان، وغير من الفضول ديالو سجل الاحداثيات ديال الجزيره وخدا كاع المعلومات عليها. كان يمكن باغي يجرب واش الا مشى غادي يلقى داك الشيء اللي هضر عليه ديك السيد ولا لا. وفعلا من بعد شهور ديال التفكير والتردد غادي يهز مرته وولادو بثلاثه وواحد الصديق ديال العائله ونيشان قصد الجزيره اللي كانت في نظرهم البلاصه المناسبه للعزله والراحه، بعيده على بنادم، تما فين يقدر يرتاحوا ويبدلوا الجو وهما ولادهم. ومن بعد يومين في البحر وصلوا للجزيره على حساب دوك الاحداثيات. نزلوا للجزيره وعجبتهم بزاف، والمفاجاه ما حسوش بداك التيار الكهربائي اللي حس به داك السيد في المقال ديالو. ماتيو قال مع راسو داك خونا يمكن غير كيزيد فيه باش يجبد بنادم شويه ديال الخيال والغموض باش يجيب اهتمام للمقال ديالو. ولكن الحقيقه اللي ما كانش عارف ماتيو كانت حاجه اخرى. الجزيره كانت بصح كتبان زوينه، البحر كالم والسماء صافيه، وفعلا كيبان الشجر زوين كما وصفها السيد في المقال. في نفس الوقت غادي يتفاجئوا بشي حاجه ما مذكوراش في داك المقال. لقاو بزاف ديال الهياكل العظميه اللي كتخص حيوانات وبزاف ديال الفواكه والخضر في كل بلاصه تقريبا. وعاد الغريب في الامر انهم كلما كانوا كيتحركوا اكثر كلما بداو كيحسوا بالضو خفيف كيضربهم، لكن ما كانش شي حاجه اللي غادي تحبسهم على الاستكشاف ديالهم. كان غير احساس بسيط اللي تجالوه وكملوا. دخلوا وقرروا يمشيو يعوموا في الشاطئ. ملي دخلوا في الماء غادي يلقاو باللي البحر بحال الا حامض ماشي مالح. ما فهموا والو، البحر كان حامض لدرجه ما كانوش كيحسوا بالملوحه اساسا، وخافوا بزاف وجاتهم القضيه في شكل. والصراحه انا في بلاصتهم وجاني هادشي في شكل. المهم هما بالسربه قرروا يحبسوا ومشيو يجمعوا الفواكه اللي كانت كتبان لهم كاينه بزاف وبغاو يجربوها. جمعوها وبداو كينقيو فيها باش ياكلوها، حتى كيكتشفوا باللي المذاق ديالها مبدل كاع وما كيشبه حتى شي مذاق جربوه قبل. ما حكروش بزاف، اصلا هما غادي يدوزوا غير نهار واحد في الجزيره وغادي يرجعوا في حالتهم. صافي استكشفوا اللي استكشفوه، والنهار سالا مشاو للباطو ديالهم، ولكن حلف ليهم ما يخدم. عياو معاه والو، بقاو كيقلبوا فيه حتى غادي يشوفوا باللي الموتور خاسر ومصدي، حتى لتحت ديال الباطو كله واكل الدق بالصدا بحال الماء ديال داك البحر كيسدي ليه الحديد. هاد الوقيته بداو كيوعاو وكيحسوا براسهم ماشي تلهيه. المهم حاولوا يتداركوا الامر ويقلبوا على شي طريقه باش يخرجوا والو، وفي التالي اضطروا يباتوا تما. قلبوا على واحد بحال الغار فين يقدروا ينعسوا وقدوا ليه من الفراش. تخيلوا الاخوان الصبح باش فاقوا ولادهم غادي يطلقوا واحد الغوته بالجعد. الوالدين غادي يجريو يشوفوا، حتى غادي يلقاو ولدهم اللي عاد البارح كانت عنده 10 سنين كبر له المستاج. غادي تقولوا لي عادي يا صاحبي راه كيكبر. غادي نقول لكم باللي لا، البارح ما كان عنده والو وهذا النهار عنده المستاج. الوالدين ما بغاوش يخلعوه حتى باش داروا يشوفوا الدراري الاخرين لقاوهم عاديين من غير انهم طوالوا شويه. ما كاينش شي فرق، بقاو على ديك الحال ديك النهار. حاولوا يخرجوا ولكن بلا فايده. ديك الليله حتى هي دوزوها تما، ولا غد ليه غادي يصبحوا ولادهم كيغوتوا عاوتاني. يا لطيف مالكم. الولاد زادوا طوالوا خصوصا مول 10 سنين، واللي هاد النهار زاد في الطول وحتى في العرض. الوالدين ما فهموا والو، واللي زاد خلعهم هو فاش كل واحد شاف في الاخر كيبانوا ليهم بحال بداو كيكبروا، وما ما داروش في بالهم بزاف. قالوا هاد الشيء كان بسبب العيا والستريس اللي عايشينه. المهم ديك النهار حتى هو كم كيحاولوا يلقاو فيه شي حل، يخدموا الباطو ولا يتواصلوا مع شي حد. كيحاولوا حتى يتشد لهم واحد السيد كان دايز من تما
قريب ليهم، واللي هو براسو ما قدر يوصل لهم الا بعد شي 3 ايام. يعني في الطوطال قريبه شي 6 ايام هما تما، وداك الشيء اللي وقع لهم ما تقدروش تقبلوه. السيد ملي جا غادي يلقى ناس شويه كبار، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يعيط له كل احترام عمي، حتى من مرتبان فيها العمر بزاف. وهذا الشيء اللي لاحظوه بجوج. من جهه اخرى الدراري اللي كبروا 6 سنين زايده من نهار حطوا رجليهم في داك الجزيره، فعلا داك الراجل غادي يعاونهم وغادي يقدروا يخرجوا من ديك البلاصه، واللي من بعد الرعايه الطبيه غادي يكتشفوا انهم كلهم كبروا في العمر، خصوصا الدراري اللي مشاو اطفال ورجعوا مراهقين. وتقدروا تخيلوا كيفاش كان الخبر على دوك الناس، خصوصا باش كان كيهضروا على العائله كلها وقع عليها هكاك، ما كيتقبلهاش العقل. بغيكم تحبسوا الفيديو هنا وتكتبوا لي شنو ممكن يكون السبب هذا الشيء اللي وقع. في الحقيقه هذه الجزيره اكتشفت سنه 1994 وكانت معروفه باسم إستيرلا فوسا راميني او جزيره الزمن. علاش كنقول لكم كانت؟ حيت في هذه الساعه اللي كنهضر لكم عليها ما بقيتيش قادر تلقى حتى شي معلومه ولا حتى شي اثر على جوجل ماب ولا حتى السميه ديالها، حيت في ذاك الوقت كانت باقيه الجزيره كاينه في محركات البحث، ولكن كانوا حابسين السياحه فيها حيت لقاو فيها واحد المجال ديال الطاقه اللي غريب. وهذا المجال هو اللي كيدير تاثير مباشر على جزيئات اي جسم كاينه داخل ذاك المجال، واللي كيخلي جزيئات انهم يكبروا دغيا. داكشي علاش ماتيو وعائلته فاش داروا ليهم الفحوصات ما لقاو عندهم والو، حتى شي مشكل صحي، من غير ان الخلايا ديالهم كبرت ب6 سنين. وانتوما شنو التفسير ديالكم لهذا الشيء اللي وقع؟ واش بصح الجزيره اللي خلاتهم هكا ولا شي حاجه اخرى؟ نبغي نسمع الاراء ديالكم، وما تنساش ديروا جيم وابوني وبارطاجيو مع اصحابكم. من هنا الفيديو خور غادي نقول لكم دمتم في رعايه الله، تهلاو.